سمعتي قبل كده عن الولاده بدون الم؟ هو في ولاده بدون الم؟ في ولاده بدون الم. الالم الحقيقي في الولاده مش بيكون وقت العمليه نفسها، ولكن بيكون بعد العمليه، وده لانك وقت العمليه بتكوني متخدره سواء نصفي او كلي، وده متكلمين عنه في فيديو قبل كده. فبعد ما التخدير بيروح من جسمك بتبداي تحسي بالجرح، تبداي تحسي بالأمة الاولانيه، بالعطسه، بالكحه. فجي حد اخترع لنا جهاز اسمه جهاز الBCA. طيب هو جهاز الBCA ده من الأجهزة الطبية اللي بتفيدنا بس ولا ليها أضرار كمان؟ هنتكلم دلوقتي عنه بالتفصيل، هنتكلم بيتكون من إيه واستخداماته وطريقة استخدامه وإيه هي مميزاته وإيه هي عيوبه. عايزة أقولك إن كل ثانية في الفيديو ده هتجاوب على كل سؤال بيدور في دماغك عن جهاز الBCA. أول حاجة خلينا أشرح لك الجهاز ده بيتكون من إيه بالظبط. الجهاز بيكون معاكي متكون من العليقة دي، ودي اللي انتي بتلبسيها في رقبتك. الأنبوبة دي بيكون جواها بالونة سيليكون، هي دي اللي بيتحط فيها الخليط المتكون منه المواد المخدرة. وانت مع الاستخدام هتلاحظي ان كل ما بتستخدميه اكتر كل ما هتلاقي ان البالونة اللي جوه دي حجمها بيقل لحد ما بتخلص وبيبقى ظاهر العمود الداخلي ده بس. موجود من الأنبوبة دي حجمين، حجم 100 مللي وده ممكن يقعد معاكي من يومين ليومين ونص، وممكن 3 أيام كمان على حسب الجرعة اللي بتاخديها. وفي حجم تاني اللي هو 300 مللي، ده ممكن يقعد معاكي من 5 أيام لأسبوع، برضو على حسب الجرعة اللي انت بتستخدميها. ثالث حاجة موجودة معانا الصمام ده، وده اللي انت بتقدري تتحكمي منه، سواء تخلي الجهاز مفتوح ويسمح بالسحب او الجهاز مقفول وتمنعي سحب المواد منه. رابع حاجه جهاز التحكم ده، وده علشان لو انت حابه تزودي الجرعه عن الجرعه اللي الدكتور كاتبها لك تقدري تزودي من خلاله، او لو انت طلبتي منهم في المستشفى ان انت تخلي التحكم يدوي، يعني انت تكوني المتحكمه في الجرعه بتاعتك، تاخديها امتى وتاخدي قد ايه. اخر جزء فيه وده الجزء اللي بيكون متركب في الكالونه اللي متركبه في ايدك، ويفضل لما تيجي تركبي الكالونه تقولي لهم ان هم يركبوا لك اكبر مقاس، وده علشان ما تفضلش تتسد منك كل شويه. طيب في حاله لو انت مركبه الكالونه ولقيتي الكالونه اتسدت، هل معناها ان انت كده لازم تغيريها؟ لا، الكالونه ممكن جدا ان انت تسلكيها، وبتتسلك بمحلول ملح، فمش شرط ان انت اول ما تلاقي الكالونه ابتدت معاكي تتسد او الجهاز ما بقاش يسحب معاكي فانت تقرري ان انت تروحي تشيلي الكالونه وتغيريها. لا، الكالونه ممكن بسهوله جدا تتسلك. هنتكلم بقى عن طريقه استخدامه، ولو وصلتي لهنا ما تنسيش اللايك قبل ما تكملي الفيديو. الجهاز ليه طريقتين في الاستخدام، سواء يدوي او اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني الدكتور هيظبطهولك من قبل ما تخرجي من المستشفى، هيظبطهولك ان كل ساعه يضخلك 2 مللي، و2 مللي دي مش كميه قليله ابدا، دي كميه كويسه جدا 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 ان هي تسكن معاكي. اما الطريقه الثانيه اللي هي يدوي، انت بتطلبي منهم في المستشفى ان انت تكوني المتحكمه في الجرعه، بتطلبي منهم وبتقولي لهم ظبطوا لي الجهاز على ان انا اكون انا المتحكمه في الجرعه، بتتحكمي منها من خلال زي ما قلنا جهاز التحكم ده. جهاز التحكم ده بيتعامل ازاي؟ انت الضغطه الواحده بتطلع معاكي 5 مللي بس، الضغطه دي بتكون كل ربع ساعه بس، يعني لازم يعدي ربع ساعه عشان تقدري تدوسي تاني. طب لو ضغطتي قبل ما يعدي ربع ساعه الجهاز مش هيخرج لك تاني. والوضع اليدوي ده بصراحه الوضع المفضل، وده لانه بيكون امان اكتر، وكمان بيخلي عمر الجهاز يعيش معاكي اكتر، وده لانك انت اللي بتكوني متحكمه في الجرعه، يعني مش كل ساعه جسمك عمال يدخل له مواد مخدره، لا انت بتتحكمي في الجرعه. كل ما بتبتدي تحسي بالوجع بتضغطي عليه بتاخدي الجرعه. فلو هنتكلم عن الامان اكتر ليكي وللبيبي، هيكون اختيارك ان انت تاخدي الجرعه يدوي مش اوتوماتيك. في منكم بيقلق من موضوع الجرعه اليدويه ده، لان هو بيقول لي هيديني نص مللي بس، نص مللي ده كميه قليله. لا طبعا نص مللي مش كميه قليله ابدا، لان هو مخدر فعال جدا وسريع جدا، فالنص مللي كويسه جدا ان هي تسكن معاكي. هتلاقي ان انت مجرد ما بتضغطي الوجع ابتدى يتسكن معاكي فعلا. عايزه اقول لكم ان هو من كتر ما هو المواد اللي فيه فعاله وسريعه ما بيستخدمش في حالات الولاده القيصريه بس، لا ده بيستخدم في عمليات الجراحه الكبرى، وبيستخدم في عمليات العظام، وبيستخدم في عمليات تكميم المعده، عمليات شد البطن. كل العمليات الكبرى او العمليات اللي بيكون فيها الم شديد بعد العمليه بيكون المرشح الوحيد او الاول للتسكين بعد العمليه بيكون هو جهاز الBCA. طيب لو هنتكلم عن مميزاته، ايه هي مميزاته؟ اول حاجه طبعا ان هو فعال جدا جدا. تاني حاجه ان تاثيره سريع جدا، نقدر نقول ان هو تاثير فوري فعلا، يعني من خلال الجهاز ده هتقدري تتخلصي من اي الم بضغطه زرار واحد بس. طيب لو هنتكلم بقى عن عيوبه، هي عيوبه خارجه من مكونات
ذاته نفسها، وده لانه بيتكون من مجموعه من المسكنات الافيونيه اللي تاثيرها قوي جدا على الجسم. وعلشان كده المسؤول عن تكوينه او تجهيزه بيكون دكتور التخدير مش دكتور النساء، بس لازم يكون تحت اشراف دكتور النساء بتاعك طبعا. وده لان دكتور النساء بتاعك هو المتابع لحالتك، عارف تغيراتك، عارف جسمك عامل ايه، جسمك محتاج ايه، جسمك فيه مشكله ايه، فبيبلغ بيها دكتور التخدير، بيقول له اذا كان بعد الشر عنك يا رب عندك اي مشكله صحيه، في اي مشاكل في اي حاجه، بيبلغ بيها دكتور التخدير، بحيث دكتور التخدير يقدر يجهز لك المكونات بتاعته باقل خطوره عليكي وعلى صحتك. خليني اقول لك ايه هي الاثار الجانبيه بتاعته اللي بتخلي كتير جدا من الدكاتره ما بيرشحوهوش للحالات بتاعتهم. اول حاجه انه بعد الشر عنك يا رب ممكن يسبب لك نقص في معدل التنفس. تاني حاجه ان هو بيقلل حركه الامعاء، وطبعا احنا بنتفادى بعد الولاده موضوع الامساك ده نهائي. ده غير انه طبعا طالما انت بترضعي طبيعي فاي حاجه داخله لجسمك هتنزل للبيبي في اللبن، فمعنى كده ان هو هينزل للبيبي في اللبن فهيأثر عليه وهيخليه ينام لفترات طويله جدا، ودي مش حاجه صحيه ابدا للبيبي في اول فتره في حياته. غير انه طبعا بيكون مأيدك شويه في الحركه. الكالونه بتفضل متركبه في ايدك، سواء بقى انت واخده اللي هي ال 100 مللي اللي بتقعد 3 ايام او واخده 300 مللي اللي بتقعد اسبوع، فالكالونه هتفضل في ايدك والجهاز هيفضل متركب في الكالونه، فده هيأيدك في الحركه شويه. مش هتعرفي تشيلي البيبي كويس، مش هتعرفي تغيري هدومك بطريقه كويسه، لازم تفكي الجهاز من الكالونه عشان تقدري تتحركي براحتك. فنصيحتي ليكي لو انت مقرره ان انت تستخدمي جهاز البي سي اي بعد الولاده، اول حاجه ان انت تاخدي الجهاز مع الدكتور المتابع لحالتك. ما تروحيش تكوني متابعه مع دكتور وهتولدي مع دكتور تاني وتقرري ان انت تاخدي معاه البي سي اي. لا، لو انت مقرره ان انت تستخدمي البي سي اي بعد الولاده، يفضل طبعا ان احنا زي ما قلنا الدكتور متابع لحالتك، وده علشان لان هو الوحيد اللي هيقدر يشرح لدكتور التخدير حالتك بالظبط، فهتقدري ان انت تاخديه وانت مطمنه. تاني حاجه زي ما قلنا في اول الفيديو ان انت تطلبي منهم ان هم يخلوا لك التحكم في الجهاز يدوي، عشان انت اللي تقدري تتحكمي في الجرعه اللي داخله لجسمك تكون قد ايه. لو استفدتي من الفيديو حابه غيرك يستفاد منه، شاركي الفيديو معايا. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.